اللي بيتلاعب في العلاقة، يا اما هو داخل اصلا في العلاقة مش جاد وهو ناوي ان هو يتسلى بس، وهو شايفك صيدة سهلة بالنسبة له، وبيضيع وقت معاكي لحد ما يشوف صيدة تانية او واحدة تانية يحبها بحقه حقيقي. النوع ده بيفضل يتسلى 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 لحد ما يشبك مع واحدة وهي دي اللي تربطه يعني. اما النوع التاني بقى وهو ده الشائع اكتر، لان مجتمعنا للاسف مليان او معظمه ذكور مش رجاله، هو ده النوع اللي حاسس بنقص من جواه، فهو بيشبع النقص ده بان هو يربطك بيه ويعلقك بيه ويخليكي تبقى انت المهتمه بيه وهو اللي يتجاهلك وهو اللي يعني يبقى عايزك انت اللي تكلميه وهو اللي يتقل عليكي، وهو ده اللي يبقى عنده نقص من جواه. وده اللي يبقى جزء كبير منه الشخصيه النرجسيه، يعني في منهم بيبقى عندهم نقص وفي جزء منهم بيبقى نرجسي، وهو ده اللي بيعمل بقى العلاقه التوكسيك او العلاقه المرضيه اللي هي فيها تعلق، وبيكون مستمتع جدا جدا بارتباطك بيه وتعلقك بيه وتجاهله ليكي. في كلتا الحالتين العيب بيكون في الشخص نفسه او في الذكر نفسه مش فيكي انتي، لان هو بيوصلك لمرحله ان انت تبقي فاقده الثقه في نفسك، بتقولي ليه هو مش بيحبني، هو انا فيا ايه ناقص، او هو انا تقعدي تسالي نفسك. العيب مش فيكي، وانا بقول لاي بنت، اي بنت بيحصل معاها الكلام ده، العيب مش فيكي، العيب بيكون في الشخص ده. العيب الوحيد عليكي ان انت اصلا تسمحي لنفسك بدخول في حاجه او دخول علاقه زي كده. العلاقات على فكرة بتبان جدا جدا من البداية، الشخص الجاد بيبان ان هو جاد، الشخص المتلاعب بيبان. ما تسمحيش لنفسك ان انت تخشي في علاقة ما تعرفيش اولها من اخرها، وشايفة ان الشخص فعلا عايز يستدرجك ليه او عايز يربطك بكلام وهمي او بصورة وهمية وهو مش جاد. ما تضيعيش وقتك وجهدك وطاقتك وعمرك في علاقة ما تستاهلش.